اهلا بيك. طيب يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد وتجربه جديده. منكم جود تيست. طيب النهارده جايبين لكم كام علبه عصير يا بركات؟ 68 علبة عصير. 68. 68. طيب انا مش فاكر الرقم بالظبط. بركات قال 68. ف 68 علبه عصير من انواع كتير جدا. معانا المراعي، معانا بيتي، معانا كل يوم، معانا فراجيلو، معانا يس، معانا اجا، معانا دومتي، انواع معانا كتير. بيرلي، جهينة، بس لذيذ ربيع. او لذيذو، بخيرو، بشاير، اسمها ايه، فكاهيتا، وسانتوب، وبست، والربيع. دي الانواع اللي معانا النهارده. هنبدا نوع نصفر الأصفر كده. اللي هو انهي ده؟ اه. ده فكاهيتا، ماشي. شركتنا كده. يلا. فهنبدا نشوف العصاير دي كلها، طبعا عصاير مصريه، عصاير محليه. تمام، هنبدا نشوف العصاير دي انهي شركه متفوقه في كل طعم. يعني هنبدا مع بعض كده طعم طعم، نشوف مين اكتر عصير متفوق في النوعين هو ده. التقييم ونشوف من حيث الطعم بس من حيث مش الطعم. طبعا في نكتار وفي مشروب، مش هندخل في السكه دي. بالظبط. هنقول لكم السعر والطعم، ونشوف مين متفوق في كل ايه، في كل طعم. فيلا بينا نبدا. يلا بينا يلا نبدأ. باول طعم معانا النهارده، وهو المانجا. مانجا. معانا 12 صنف او 12 شركه عاملين طعم مانجا معانا النهارده. وهنبدا باول حاجه وهو اجا. حاجة. شركة أجا كانت بتعمل زمان كده كان كبير، اللي هو ال 330 زي الكان بتاع البيبسي وكده. بس ما عدتش لاقيه في السوق خالص. وكان طعمه بيبقى ممتاز يعني. هو مش هتلاقيه كتير اصلا لاجا، يعني مش بيبقى منتشر كتير. دي أجا دي سعرها 12 جنيه، ودي 240 ملي. فده شكل الكان كده اهو. فتعالوا نفتح ونشوف. حط هنا شوية. هو فيها قطع. ممتاز. فيها قطع. بس زي الفل. اوكي. بسم الله. طب ما نجرب في الآخر. نجرب في الاخر. حطهم قصاد بعض عشان نبدأ نعمل كل طعم كده، كل شركة نشرب على طول. يبان التباين بس بتاع اللون. نشرب على طول، ما هنوري لك. سهل ليه. ساعات شهر. معانا سانتوب. وسانتوب سعره 13 جنيه. ممكن تلاقي سعره في مكان تاني مختلف عن كده، ده السعر اللي جبناه بيه. فتعالوا نجرب. الله. يلا. هنقص كده عشان نعرف نصوبه من غير ما يبهدل الدنيا. تمام. خد. ايه رأيكم؟ مش اي حاجة. ماشي. الطريقة دي انا مجربها. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده مية قوي. درجة اللون خفيفة. لكنه معمول ببودر. طيب نحطه كده. نحط اللي كتير طب قوي بص، ده. خليها عندي، خلي الكوبايه بتاعتي عندي بحيث ان هم ايه ما يتلخبطوش، اوكي. وانا هبقى عارف حطه بالترتيب ماشي. طيب هنبدأ. ده عصير لقيته يمكن أرخص علبة عصير كرتون جبناها، اسمها بارلي. برضو شركة مصرية. ودي برضو سعرها 4 جنيه، وهي 200 مللي. وده شكلها كده. الديزاين بتاعها فقير شويتين. بس نفتح ونشوف. صباح طعم الدواء يعني. يا عم انت بتحكم عليها ليه قبل ما تجرب؟ هنشوف كله عايز هيبقى. الشركات تغلى علينا شكلك. لا مش بالسعر يعني، طيب هو نحط بالشكل كده. باين يعني اهو. يا عم عادي، ما سنتوب كانت عاملة نفس الفكرة بس انا يعني. حاسه اخف كمان اهو. اخف شويه من سنتوب. اخف بكتير كمان. هو الطعم اللي هيفرق بقى يا جماعه. فهنشوف. طيب نيجي بعد كده دومتي. ودومتي كان سعرها كام؟ دومتي؟ تعالوا كده نشوف بسرعه عشان طب راجع كده ما عبال ما ننساش. افتح انا. افتح انت. دومتي. طبعا الموضوع صعب نحفظه. دومتي كان ب 8 جنيه. فنشوف جودته حلوه زي سعره ولا لا. قلت الشركه المفروض معروفه، فلو جودتها كويسه يعني كان معهود منها. شكله هو تقيل. الواضح ان كله. لا بس ده تقيل يعني، فاهم. هو اول ما اتصب بس كان ظاهر شويه ان هو. فاتة بس ده دومتي ده شركة دومتي. يمكن دومتي اتقل لون فيهم لغايه دلوقتي. في العلب الكرتون بيتي معانا. وبيتي سعره 13 جنيه ولا كام؟ لا مش 13 جنيه بيتي. معلش الأسعار مش حافظينها. كلام مفتوح معاه. ماشي. بيتي فين بيتي؟ بيتي 10 جنيه. كويس. زي الفل. احنا شكلنا هنتضرب على الحاجات اللي بتترمى. تقريبا لا، نفس لونه حلو. درجة اللون بتاعت. لونه عامل ازاي؟ مم. فحلو جدا. نفس درجة اللون بتاعت دومتي.
فتعالوا نشوف. مش شغال. طيب هنبدأ نعمل كده نبقى دول عشان كل واحد يبقى قصاد شركته. المراعي 13 جنيه ده انا عارف سعرها. هي هي وجهينة جايين بنفس السعر بنفس المحل. معرفش بقى لو في تباين في الاسعار قولوا لنا، يعني لو حد بيجيب الحاجات دي بأسعار هتبقى اختلاف مختلفة. ايه؟ اختلاف بسيط يعني. اه مش حلو لونه، يعني لونه حاسه طبيعي شوية المراعي. الطعم هيفرق بقى بس. يعني المراعي لونه حلو. كل دول العلب من اول دومتي بيتي المراعي 235 جرام، وكمان وملي اسف. وكمان جهينة كمان سعره 13 جنيه زي المراعي بالظبط بنفس يمكن اغلبيتنا اصلا جرب الاطعم دي او اغلبيتها يعني. في حاجات اللي هتبقى بس، في حاجات هتظهر كده بتاعت الطفولة شوية بتاعت يس. برضه لونها كويس. بس زي الفل. معرفش هو جهينة مكتوب عليه جونيور، معرفش ده جهينة كله كده ولا ده مثلا اصدار بتاع مختلف، ولا ده مجرد رسمة لا هو كله كده. طيب معانا فاكهيتا ده ب5 جنيه، برضه 200 وكام، مكتوب عليه 250 فواكه مللي. جودة. 250 مللي فاكهيتا. طيب انا عايز المنتجات المغمورة دي هو اللي مش معروفة يعني مبقاش بس مغمورة. خدوا بالكم عشان هو كان مكتوب عليها رجاء جيدا. ده لونه غريب، اغرب لون شفته. تهيألي هو عايز يترج. هو مكتوب عليها رجو جيدا هو كله المفروض يرج اصلا، اه. احنا ما رجعناش ولا واحد، فهنرج اللي جاي يعني. ماشي. نركز في اوكي. حتة الرج دي ممكن عشان ايه. ده كل يوم ب5 جنيه، وبرضه 225 جرام. فده كل يوم. هو كل يوم تبع شركة من دول، شركة ايه؟ شركة المراعي غالبا او بيتي. مم. بيتي تبع شركة بيتي، يعني ده يعتبر الدرجة التانية بتاعت بيتي يعني. بس نبعدهم كده شوية عشان ايه. او مش الدرجة التانية السب برودكت بتاعهم يعني. فتعالوا نشوف شكله كده برضو، يعني تعالوا نقارنه كده ببيتي بتاعه. لا في فرق شاسع في الدرجة، يعني ده نفس الشركة. هات كوبايتك. اتفضل. ماشي. نجيب بشاير افندي، بشاير برضو ب5 جنيه، وهو عبارة عن 200 ملي. يعني هو ب5 جنيه بس 200 ملي، برضو حجمه مش كبير. بس هيظهر قدامكم بقى درجة اللون بتاعت كل حاجة عاملة ازاي. في فرق يعني مختلف وكبير. برضو ده محمر شوية، عامل زي فاكهيتا شوية. تحسه خوخ مش مانجا يعني. اوكي هات كوبايتك. طيب كل ده لسه متشوق ندوق الطعم لانه هو الفيصل يعني. في حاجات ريحتها ظاهرة ان هي بودرة مش. زي ده كده. اه بالظبط بتاع بخير. معانا بخيرو. ممكن بقى. بخيرو مش فاكر بكام. بخيرو 5 جنيه. 200 ملي برضو، ولا كام ملي؟ 200 ملي. وهو برضو السب برودكت بتاع جهينة. ده فراجيلا. اه ده لا ده فراجيلو، لا ده فراجيلو انا بتكلم عنه بخير، سوري ده فراجيلو. خير لسه جاي. هو فراجيلو بكام طيب؟ فراجيلو ب6 جنيه، ده ب6 جنيه 200 ملي. مش عارف ليه انا قلت انه بخير، ممكن عشان جنب بعض يعني. مم. ما لفتش نظر الاسم ولا اي حاجه. طيب جايب لي كوبايه قليله يا عم يلا ما هو مظبوطين. مظبوطين. اه انت خدت البتاع هناك صح. ده برضو خفيف شويتين كده بس يعني ماشي اوكي. تحسه بودر برضو. ماشي. ماشي حط نفسك يا باشا، حط نفسك يا صديقي. هذا الوحش. ده بقى بخيره السب برودكت بتاع جوهير. هو برضو ب5 جنيه و200 ملي. حط بقى في الكوبايتين دول نجيب كوبايتين كمان. حسب اللون. عشان يس يا واحدة. لونه برضو يعتبر زي فرجله شويه. انا اتلخبطت عشان شكل هما زي بعض. درجة اللون بس واحدة غامقة او واحدة فاتحة شوية. طيب حط بقى يا باشا عندك عشان انا مش هطول. اوكي هات يس بقى. بودرة يعني مش. يس ده اللي هو زي كان طلع واحنا صغيرين كده،
اللي هو كان عاجبني فيه ان هو عامل زي الازازه. انتقل الالفاظ البرون يعني. انتقل الالفاظ يا باشا. يا عم مالها البزازه. طب خلاص، نبدأ ننزل كده، بص بينزل كده. طبعا احنا كنا بتخلص شفطة واحدة دي، ان احنا كنا ايه شاريين شوية. بس زي الفل. بس كده. طيب نحطه هناك. اديني. طبعا شايفين التباين بتاع اللون عامل ازاي. لسه طبعا معاكم. نبدأ من الآخر للأول. من اخر من ماشي. يس يعني اللي يس. قفلنا بيه نبدأ ندوقه هو الأول. ده اللي هو الابعد ليك صح؟ اه. اللي هو المفروض الدور. الأول ماشي. هو فاهم نضمن حقنا كده. طيب اول حاجه يس، بسم الله. هو طعم المانجا ضعيف جدا، وباين ان هو فيه باودر. هو قوامه تقيل. قوامه تقيل بس طعم ضعيف. بالظبط. بس ماشي. كاطفال مقبول يعني، كحاجه بتجيبها للاطفال زي ما كنا انا ما قلتش سعر صغيرين. يس 7 جنيه. بس 7 جنيه مش رخيص يعني، فاهم. ما هو انت بتحسبها بالنسبه هنكمل لدلوقتي. ونشوف. يعني بس بلاش نحكم دلوقتي. لا لا. طب تناولني معاك طيب يعني. بعد كده بخيره. نشرب مع بعض ان شاء الله. طيب بخيره. بخير، نشوف بخير ولا لا. في قوام خفيف، وفي سكر وطعم غريب شويه. طعم مش مانجا يعني، مم. انا حاسه مش مانجا خالص. طعم ده بيبقى في بعض العصائر البودره الرضيئه. لا مش. فلا هو يعني ماشي. لو اديت لي يس، بالنسبه لسعره رقم تديله كام من 10؟ من 10 يعني ممكن ياخد 5. ماشي. وبخيره لا بخيره صراحة انا مش بالنسبه لي اديله 2. يعني بخيره. 2 من 10. بس هو سعره قليل، بس برضه الجوده رايحه في ده. ماشي خلينا ندخل بعد كده في فراجيلو. اتفرج له نشوف. طعمه برتقال. ده اكتر من بخيره يعني، وحش اكتر من بخيره. طعمه برتقال فعلا. هو ملوش علاقة بالمانجا. غريب قوي يعني. طيب بشاير. بشاير. شكلك يا يس هتطلع عندك حق يعني، طعمه كويس. ماشي شوف بشاير. شغال. يعني قرب للمانجا. شغال، وبالنسبة لسعره شغال يعني. ده اديله 6 من 10. مفيش مشكلة. ماشي. ندخل على كل يوم. كل يوم. حاسه قريب من بشاير. الاتنين كويسين، بس لا احسن من بشاير شوية يعني. عارف انت درجة بسيطة احسن من بشاير. طعمه بس- قرب من المانجا شوية برضه. بس في درجة نفس الطعم يعني، قريب يعني، مش فرق فعلا حاجة هو بسيطة. عشان السعر بتاعهم قريب لبعض تقريبا. طيب بعد كده عندك فكاهيتا. فاكهيتا. اوكي. ده قريب من بشاير ده. هو تقريبا ممكن يكونوا شركة واحدة. تعالى كده نبص. مش عارف، حاسه نفس الطعم بتاع بشاير قوي. المنتجة فين؟ مش افضل حاجة يعني. شركة مكة للصناعات. شوف كده بشاير شركة ايه. تحت صقر. صقر. لا شركتين مختلفين، ممكن يكونوا بتاع نفس الشخص. ما علينا. الكاميرا كانت فصلت، فاحنا جوهيلا بالنسبه لنا كان التعليق قلنا عشان لو فصلت قبل هو ما تقيل بس مش حاسه ليه علاقة شوية بالمانجا. بالمانجا. فتعال نشوف المراعي. طيب ندخل على المراعي. ايه ده؟ هو في حاجه غريبه برضه، حامض قوي يعني. حاطين عارف انت طعم صناعي بس. اقول لك على حاجة بقى. عشان الموضوع دوت انا حاسه باختلاف في القصة دي. ان انت لما بتشرب من علبة من الكرتونة ذات نفسها بيبقى فيه طعم كده مختلف شوية لما انت بتصبه بره العلبة. لان ليه؟ اقول لك انا الطعم اللي بشربه من جهينة دايما، لان كنت دايما بشربه من علبة الكرتون مختلف تماما لما حطيته في العلبة دي. ممكن، بس يعني مش بس ملوش مفيش علاقة ان مبرر. هو ليه علاقة بالمانجا، لا. بس حاسس ان هو الموضوع بيختلف ممكن شوية. ممكن بس عارف انت حاجه في السيولوجيه يعني. طيب بس ما علينا، نشوف خلينا فيديو. ندخل على بيتي. كويس بيتي شغال. في افتر تيست. في افتر تيست بس هو افضل شويه. مش وحش يعني، شغال. مش وحش. هو اتقالهم لغايه دلوقتي واقربهم طعما للمانجا. طب ماشي. نشوف دومتي.
ده في بيفور تيست مش عارف، تحس ان هم عاملين مانجا بالبذر بتاعها. يعني هو خد شفطه تانية كده هتحس في، عارف، في طعم أنا- البذر بتاع المانجا. هو الطعم في طعم في الاول كده غريب. غريب، بيجي قبل طعم المانجا اصلا، لا مش حلو يا دومتي. طب نشوف. بيتي دومتي دي ارخص حاجه معانا في الجزء ده. ماشي يبقى احنا ده كده. بارلي بلس. هي ميه بشويه سكر تقيله مش عارف ازاي، بس يعني شغاله يعني فاهم، هتخن الثلاث اضعاف سعرها اغلى وحش يعني. وحش 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 قوي يعني. انت صادم اهو. وحش طيب والله. سانتوب، انا بطبيعتي ما بحبش سانتوب يعني، بس يعني سكر اوفر، طعم اناناس. لا اشرب تاني. خلص. خد شويه كمان. طعم اناناس. لا في طعم مانجا، بس عارف المانجا نوع معين من المانجا كده بيبقى، لا المانجا زبده شويه. بس في طعم، عارف لما تبقى لسه مش مستويه، مش مسكره قوي، هو مش مزودين سكر، لا في طعم مانجا. قريبة انا للاناناس شوية. عشان ممكن بتبقى فيها المزازه بتاعت الاناناس ممكن. مش عارف. بس لا يعني ممكن احنا متعودين على طعم المانجا اللي هو التقيل اللي هو فاهم. دي بتعملها في البيت او تشتريها من محل محترم يعني. اجا معروف ان هي شركه برضو. دي اللي كانت بقطع. دي فيها قطعه. بص هي احلاهم لحد دلوقتي، مش واو بس حلو. وقطعة المانجا اللي فيها مش حاسسها مانجا، حاسسها خوخ. يعني صح؟ تحس خوخ شوية. طيب انا بالنسبة لي افضلهم لحد دلوقتي ممكن البيتي. البيتي. لا انا عجبني اجا اكتر. يعني انا بالنسبة لي لو هقول حاجة افضل واحد فيهم اجا. ممكن هما الاثنين واحد يتفوق عن التاني بحاجات بسيطة. وبيتي يمكن يعني عارف فكرة ايه، يعني اقل سنة بسيطة من اجا، بس هو احسن من الباقي برضه. بالظبط. يعني احنا بالنسبة لنا دول بيتي واجا. هنطلع ثلاثة. عارف مين التالت من وجهة نظري؟ يس اول واحد. بالظبط. رغم ان هو في البداية مش عاجبني، بس بعد ما جربنا لا عجبني. دول الثلاثة اللي لهم علاقة بالمانجا. وسانتوب كان كويس، بس لا برضو مش الافضل يعني. فده كان المانجا. فتعالى نشوف طعم بعده. تاني، ويا رب ينصفنا. يلا نبدأ. مالك متحمس وكتير. التفاح. طيب معانا تفاح. معانا كام طعم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 هم يعني طيب زي المانجا. طيب نبدأ. معانا فراجيلو. خلاص الاسعار قلناها في اول مره عشان نقولها تاني. بالظبط. هو لو كله فيها نفس السعر. حاجه جديده يعني، او كل بس الشركات. دخل معانا بس الربيع وبيست. الربيع ب 5 جنيه والبيست ب7. والبيست ب 7 جنيه. مش عارف ليه البيست ده ب 7 جنيه رغم ان هو مش كرتوني. بس ماشي. في بيست كرتون بس مش لاقيينه خالص في السوق، مش عارف ليه، عايزنا دخنا عليه. هو ان هو كان منتشر قدامنا عادي في العادي يعني. هو ايه يا عم فراجيل. ده التفاح. ده التفاح. نشرب بقى على طول. على طول ولا؟ نوريهم اللون ونشرب على طول. ماشي اوكي انا موافق. ده لون تفاح طبيعي يعني. ده لون اللون الذهبي طبيعي. يلا نشرب. والله يعني احسن شويه من المانجا يعني فاهم. فراجله في التفاح. يعني التفاح بتاعه ليه علاقه شويه بالتفاح، لكن في المانجا ما كانش ليه علاقه بس بص ضعيف برضه. هو ضعيف هو بس مزز اكتر منه تفاح. بس ليه علاقه بالتفاح. ليه علاقه بالتفاح، ما هو فاهم قريب يعني. هو من اسهل الاطعمه اللي بتتعمل على فكره. بس قليل قوي اللي بيعمل طعم التفاح تحس ان هو تفاح. نيجي البشاير. هيبان دلوقتي. ده ايه؟ ده شكل بشاير هو لونه. اتفضل يا باشا. تمام مفيش مشكله. طيب هو برضو يعتبر نفس درجه اللون يعني بس تعال نشوف. ماشي. بس ده طعمه احلى. اه بشاير طعمه فيه تفاح بقى. ده كده تمام. طعمه حلو بشاير. بشاير حلو. طيب تعالوا نشوف كل يوم. ماشي. عايز اجيب كوبايه ثانيه عشان تبقى لي تعب عصبي. نشوف كل يوم. قبل ما تقل. طيب تمام. بص انا هرجهم لك كلهم رجوم بحس ايه ما ننساش. ماشي. ماشي اوكي. اديني. هديك يا باشا. ماشي. كفايه عليك كده. ماشي يا حلوين. يعتبر برضو نفس درجة. نفس اللون يعني. بص هو التفاح في الغالب هيبقى لون تقريبا واحد.
طعمه حلو. طعمه حلو بس بشار طعمه احلى. مش بشاير كل يوم بقى. لما ده كل يوم. ده انا كل عجبني. يوم يبقى عجبني بشاير. بشار. اللي كان قبليه على طول كان طعمه احلى، مايل للتفاح قوي يعني. بس كل يوم يعني كل يوم كويس برضه، مش وحش، قريب جدا ليه. فتعال نشوف فاكهيتا. هو واضح ان كله في ال فاكهيتا كان في المانجا زي بشاير، فتعال نشوف هنا بقى عشان نكتشف الشركة دي شركة واحدة ولا لا. فتعال نشوف. هو في اللون اخف شوية حاجه من بسيطه بس حلوين قوي اخف كده. شوية في اللون. فتعال نشوف. ماشي. واخفف الطعم. هو اخف في الطعم. لا كده مش شركة واحدة. ماشي. ما عرفناش نقفشه. تعالوا نشوف بيتي. بشاير لغايه دلوقتي هو اللي مكتسح. ده بيتي. بيتي لونه اغمق. حاجه بسيطه بس زي الفل. بص درجه اللون. ايوه بقى. ده طعمه حلو. ده طعمه مظبوط. مظبوط قوي، ولا سكر زياده ولا حامض زياده ولا طعم التفاح طاغي. لا رغم ان طعم التفاح لو طاغي يبقى كده. بيتي. فبيتي عاش حتى الان هو الطب معانا. نيجي لجهينة. جهينة زمان كان بيعجبني في التفاح. مش عارف ما زال ولا لا بقى. انت زودت قوي دي. حلوين. يعتبر نفس درجة بيتي برضه اللون يعني. مم. بص طعم الحامض مش موجود فيه خالص. طعم السكر حلو وطعم التفاح باين. بس انا بيعجبني اكتر بتاع بيتي. بص ماشي، هو ممكن تبقى حتة أذواق وكده بس هو برضه حلو. هو حلو بس وحش. انا يعني انا اميل اكتر لفكره بيتي. بيتي كان مظبوط. اه مظبوط. لكن جهينة مش وحش. لا هو حلو. انا بقول لك هو حلو. هو لو هدي بيتي هو الاول يبقى جوينا بعده عضو. بالظبط كنت لسه هقول لك هو أعلى من البشاير. لا اعلى من الباقي كله. فحتى الان يعني ده دومتي. دومتي كسفتينا في المانجا، يا ريت تطلع كويسه في الايه، في التفاح. طيب بس زي الفل. اوكي دومتي. بسم الله. ماشي كسفتينا في التفاح برضه. هي ميه وفيها طعم بعيد لو أنا بشربها كان فيها ليها ريحة كده. صح؟ ريحه غريبه شويه. ده ليها ريحة أول ما تيجي تشرب بس مش لا عارف مش يعني. دومتي مش ظابطه خالص معانا. كاتب لك مشروب فائق الجودة، أنهي جودة دي؟ ما هو جودة مش ضايف فيه حاجة عشان يفضل بجودة المية اللي فوق. هما نسوا يحطوا طعم يعني. نيجي المراعي طبعا يعني ايه المفروض تصلح بقى الدنيا. لا تصلح ما اتلفته دمت يعني. ماشي مش هحطك انت الاول. بس عسل. والله انت اللي عسل يا عسل. ده لونه غريب شوية. واخد بالك؟ مصفر شوية عنهم. طب نش. لا ده طعمه حلو قوي. اشرب تاني لو انت خدتش بالك ان هو في طعم التفاح الطبيعي. مش طعم. كان انا حاسه وانا بشرب، حاسس ان في طعم مركز قوي كده. ده طعم تفاح. صح. تفاح يعني عارف انت ايه. انا ما شربتش مرة قبل كده تفاح طعمه حلو قوي. يعني عارف لو انت عصرت التفاح في البيت وصفيته قوي ووصلته للدرجة دي هيعجبك، هتلاقي نفس الفكرة دي شوية. لا طعمه حلو. بص هقول لك بس. تفوق على بيتي بالنسبة لي. ايه رأيك؟ مش عاجبك؟ مش عاجبني بس انا هو مش وحش. لا هو مش وحش، هو بالنسبة لي بس حلو حاسه جدا. مركز قوي. ما دي حاجة حلوة. يعني ما فاهم. زعلتش يعني. لا في بيحب المركز او انا بالنسبة لي حاجة طعم يبقى قوي. المراعي تفوق على بيتي كمان. فتعال نشوف بخيره يعني هو بالنسبه له بحس ان هو بيحب الطعم المركز، لكن ممكن انت ما تحبش طعم مركز بس هي هو أذواق. حلو. هي أذواق. بالظبط. بس مش وحش يعني. بس انا شايف طعم التفاح باين فيه قوي. تعالى نشوف بخيره. ده شكل بخيره. بس عسل. على فكره بخيره العلبه الجديده مختلفه عن الشكل ده، شكل جهينه شويه. غيروا شكل الديزاين بس احنا جبنا ده قبل ما غيروا الديزاين. والله برضو حلو على فكره. حلو. يعني لا بخيره رغم سعره كمان قليل فحلو قوي. ومكتوب جهينة بخيره.
ما هو تبع جهينة. اه ما هو احنا قلنا كل يوم السب برودكت بتاع بيتي هو وجهينة وبخيرو السب برودكت بتاع جهينة، حتى تلاقيه في اللبن كده برضه. بس طعمه مختلف يعني جهينة مختلفين طبيعي، فرق سعر اقل من نص بس يعني. حلو. تعال نشوف يس ولا نجرب دول. بس لا خلينا بقى نخلص البزازة الأول. اه ايه الكلام ده؟ بس تنزل طعم خفيف. هو طعمه ما جاش. طعم خفيف. هو حلو مش وحش بس يعني لا. دول الأطفال اللي هم السذج اللي هم الصغيرين بتضحك عليهم بأي حاجة، هم اللي بتديهم الطعم. وب7 جنيه انا مش رخيص برضه. تعال نشوف اللي ب7 جنيه زيه بقى بتاع بيست الطعم الكلاسيك بتاع زمان ولا اختلف. امم دايما كنا بنعرف نفتحهم تحت هنا عشان ما نعرفش نفتحهم فوق. هو اللي اخترع البتاع دي هو بيفتحها لوحده بس اللي اخترع الابوه ده اصلا عنده مشكله يعني. عنده عقدة نفسية اه. فبيطلعها علينا. نعطي كتير اهو. بس كل بس ايه يا ابني كل ده بعد ما بسيط. ماشي. لونه حلو والله، طعمه حلو. هو بيست يعني. مم. مش وحش. طيب نشوف الربيع. تفاح فيه حاجات كتير، شركات كتير ظابطة التفاح عن المانجا. المانجا كانت فادتنا شويه بس يعني. الربيع عشان لسه جايبينه، فالربيع ب4 جنيه. قلنا سعره الأول ولا لأ؟ اه قلنا نقول تاني يعني عشان أعرف كان الشباب. 5. استنى أتأكد. لا انت تقريبا 4 و5 مش هنختلف يعني. الربيع فين الربيع؟ لا ب4 جنيه. ده مية. جميل او الكلام. لا الربيع مش مجاش. طيب نختار. طيب أنا بالنسبة لي المراعي توب، بيتي. والبيتي بعدها. جهينة. تمام. و جهينة. ولو هنيجي لرابع بيست. بس هم 3. بس خلينا بدول مراعي وبيتي وجهينة زي الفل. الترتيب كده ايه، المراعي التوب بتاعهم ايه في الطعم ده. فتعالوا نشوف اللي بعد كده. يلا بينا. الجوافة. الجوافة يا جدعان. معانا كام طعم جوافة؟ 3 6 9 12 12 13. 13. 13. طيب الجوافة عددها كبير شوية، فنبدأ بدومتي. نحن جاهزون للجوافة. نفس الأسعار. انتوا متخيلين 68 علبة هنجربها النهاردة وانت بخيل ومش عايز تحط لايك. هذه مشكلة كبيرة. مش عايز اشترك. مش عايز يشترك في القناة. نعم. طيب تعال نشوف. ده الجوافة لونه جوافة بس خفيفة شوية، مش زي جوافة البيت يعني. رجهم لك بس كلهم عشان ايه ما ننساش. ماشي. يلا هنجرب. جوافة. بسم الله. طعم حلو. عاش. لا عاش دومتي. يعني دوبت عملت حاجة كويسة المرة. طيب تعالوا نشوف كل يوم عامل ايه معانا النهاردة ونشوف. بكب شوية صغيرين بس عشان ايه حاضر. احنا لسه قدامنا علب كتير اوي. نصب شوية صغيرين. انا بس عايز ابين اللون فاهم. بس حلو. ده اخف شوية بس خلينا نجرب. بسم الله. واخف الطعم برضه. طعمه مش حلو. خلينا على الدغري بقى. مش وحش. لا مش عاجبني الصراحة. ماشي. يعني ما تجيبوش تاني. نشوف فرجله. نشيل خيال طارق دي. اوكي. في حاجات انت هتشتريها تاني، في حاجات مش هتشتريها ده تاني. فرجله. بس اصل اوكي. فرجله بقى. ده وحش بقى. مش عارف فرجله مالها يعني، ما تحترمينا شوية. راجله. لا وحش يعني. نيجي للسانتوب. التفاح ما كانش فيه سانتوب صح؟ تفاح لا ما كانش فيه. السانتوب ما بتعملش تفاح اصلا ولا لا بتعمل يا عم. فعلا؟ بتعمل اه. بس انا ما بقولش خالص. صح ولا انا بقتي ولا ايه؟ انا فاكر ان انا شفت سنتوب بتفاح. مش عارف.
في سنتوب تفاح صح. طيب اوكي. يلا نجرب. حلوة سنتوب. في الافتر تيست بتدي لك طعم هو طعم الجوافه موجود، بس بتفرق بقى معاك ايه؟ خفيف تقيل مسكر خفيف يعني، فاهم؟ لا ده مش مسكر، هو مش تقيل. ده الفرق ما بين كل واحده والتانيه. انا بالنسبه لي دومتي رقم واحد، بعدها سنتوب حتى الان. يعني انا ما حسيتش سنتوب، بس هو مش وحش، بس انا حسيت ان الافضل دومتي يعني. مش اكيد كل يوم. لا يعني بالنسبه لي شوف مقارنه. المراعي شوف يعني المراعي. متفوقه لا تقيله ازاي؟ ده عصرين بذر بقى. لا تقيله. جوافه بالبذر دي. عارف لو امك اللي عامله المؤاخذه يعني فاكرنا اللي عامله الجوافه هي دي. طعمها حلو صح؟ تسمي ايدك يا ماما. حلو والله. لا حلو قوي. هو حلو. المراعي بتعلم معانا يعني، بصراحه عن المن. طيب نيجي جوعين. الجهيد. نشوف هتقول ايه. لا الطعم برضه غامقه شويه. ماشي عايز زي الفل. لا حلو قوي كده، بص. جميل. هو حلو بس بعد المراعي لا. م-م. لسه حلو مش وحش. م-م. ايه ده يا حبيبي، ما تعملش في نفسك كده. دومتي والمراعي. جوينا ما جوانا حلو والله شويه. مش عارف يعني، انت لما بتشرب حاجه حلوه ما بتحبش ان انت تقل بقى بعدها يعني، فاهم؟ هم بنفس السعر الاثنين. نشوف بيتي. عاش. شكله خفيف صح ولا ايه؟ هيبان. هو متوسط يعني. هو طعمه خفيف. هو خفيف مفيش لا. مم. مش حلو قوي. مش قد كده بيتي. ماشي خلينا ندخل في فاكهتها. فاكهتها حلو تاني. خيخ. ايه ده؟ انا اول مره اشوف عصير كده. هتحط في عندك. الماء بالسكر. اول مره اشوف عصير جوافه ميه معكره. فاهم؟ ملهاش علاقه بالجوافه. ولا فيها سكر. ميه سكر يعني مالهاش علاقه بحاجه. هي ميه تقيله، ده ميه تقيله. طيب نيجي ده اسمه لزيزو من جرين لاند، ده ب5 جنيه. طبعا بقول سعر عشان ما جاش معانا في اللي قبل كده، عشان هو بس الطعم ده اللي لقيته من المنتج ده، ما اعرفش ان جرين لاند بتعمل عصير. مم. سعره يعني كويس، بس سعره بيطلع كويس. الاطفال اللي في برضه سننا. نفس فكرة فاكهيتا. بس مية معكرة. في طعم من بعيد أوي. دواء. ده بيدي أكتر تيست فعلا. دواء والله. مش دواء، هو طعم غريب يعني فاهم. يعني هو طعم الدواء اللي هو دواء الكحة اللي بيبقى. طب نشوف بارلي. هو بارلي برضه بلس ده. نفس دواء الكحة اللي احنا. هو بارلي بلس عشان معمول لو حد معهوش فلوس فادي ده اللي ريقه يعني، بدل ما اشتري مية اشتري شوية ميه بسكر. ايه ده؟ نكهة الجوافة. انت تحس ان هو عصير جوز هند مش عصير جوز. بس شكرا. حط كوبايه احسن لك عشان تكمل معانا حلقه. لا وحشه قوي يعني. هشتري ميه احسن عايز توفر وتشتري. مين بيجرب المنتجات دي قبل ما بتنزل السوق؟ مين؟ تحسن المنتج شويه وعلي سعره مفيش مشكله، بس اعمل منتج كويس. ده اكيد اللي بيجرب واحد عنده كورونا، فاهم؟ ولا بيستطعم ولا بيشم. خد يا ابني تعالى جرب. طيب نيجي لبخيره نشوف هل يتفوق على جهينة. ما جابش بركات جهينة، وبرضه خفيف زياده. بسم الله. انتوا شايفين كده. هي الريحة اللي بنشمها في الأول بس طعمه حلو مش وحش يعني، بس لا لا ما... هو احنا عشان قال لنا جامد قبليه فهو حس ان هو طلعنا شوية يعني. طب بشاير نروح لبشاير. حاسس ان انا بعلق على نص كوره انت. وبشاير.
الشلبي هو فاهم. هرب. ده تقيل شويه بشايره. حاجه بسيطه بقى عشان ما عادش في مكان للحاجات الجايه. بشاير شكلها تقيل. شكلا بس. يا ساتر يا رب. شكلا بس يا باشا. هفطر ربيع بقى عشان انا زهقت من الجوافه بعد ما المراعي احنا وصلنا رفع راسنا. الناس التانية مش عايزة خالص خالص. هات هي ناقصه. انت شغال بالك غد. انا حسيت ايه؟ طب سيبها نخلص بس، نقفل الجوافه وبعدين نشوف القصه دي. نجرب اخر حاجه في الجوافه الربيع. يا ريتنا ما جربنا. ماشي. معانا في الجوافه طعم الجوافه معانا المراعي. المراعي التوب ودومتي دومتي. بعديه وجهينة بالنسبه لي. ما- عندك رأي تاني؟ خلينا في المراعي ودومتي زي الفل قوي كده، واقفل على كده الجوافه جهينة وما كويس. جهينة كويس. توكلنا على الله. يلا نشوف البعض. رجعنا لكم. رجعنا لكم يا حلوين انتوا يا حلوين. تمام. هحطها لك دلوقتي. ورجعنا مرة تانية مع الكوكتيل. الكوكتيل معانا كوكتيلات كتير قوي. كام؟ 3 6 9 12 13 14 15. طب ما في كوكتيلات تانية ولا مفيش؟ طيب ما هو ده بس حلوين. نبدأ بسانتوب فواكه مشكلة ونشوف بيقول ايه. وسانتوب حلو الكلام ده. لا انا عايز الشديد بقى عندك. انا عايز كده فاهم. لونه برتقالي. لونه برتقالي لونه غريب. يعني ده لونه اهو. ده احنا هنشوف ايام في الحلقة دي. وطعمه غريب يعني. هو طعم ايه؟ كله فداكو. طعم ملوش طعم. طالما ما علقناش يبقى نخش على اللي بعده. طيب يما. ماشي اوكي. هنسى يا باشا. نشوف ده دومتي. دومتي بقى عامله كذا كذا كوكتيل. ده كوكتيل الميكس. فيه ميكسات هم عاملينها كده اسمها ايه؟ اسمها بلندرز. فلاش. ده اللون المتوقع من الكوكتيل اللي هو بيبقى اللون فراولي ده. الفراولي. والله حلو. لا حلو عاجبني. يعني في طعم الموس كده، في طعم ميكس حلو. لا عاجبني الصراحة بتاع دومتي ده. هاش. لا دومتي عامله شغل حلو. طيب يجي لجهينة. شو بتقولي جهينة؟ كان هو والتفاح في جهينة. الكوكتيل والتفاح كنت اكتر حاجة بحبهم الصراحة فيه. لونه برضو زي سنتوب شوية. ماشي. اللون الاورنج ده. ماشي بسم الله. طعم برتقال غالب فيه صح؟ هو طعم البرتقال غالي فيه بس هو مش وحش يعني كطعم مش وحش. بس بعد دومتي لا مش حلو. لا بس دومتي اخد اتجاه كده معين في طب نخلي دومتي في الاخر الحاجات الغريبة. ماشي، نجرب ماشي، الكوكتيل. يعني حطه كده في الاخر. احنا في كذا اصلا دومتي. في دومتي تاني يعني. فتعال نشوف بيتي. لان حاسس دول هيبقوا عاملين بومينج البلندرز دول مش عارف ليه. خلينا نشوفهم في الاخر. ده لونه عامل زي لون دومتي بيتي. ماشي. بيتي عامل لون ده رماني بقى مش فراولي. طعمه حلو والله هو مايل تمام. برضه مايل شويه لطعم دومتي بس حلو. حلو بس دومتي احلى. هو حلو. تعال نشوف بخيره. بخيره جوينا. بخيره. انا شفت الريفيوهات على موضوع العصاير ده. في ناس بتعمل ان بخيره ده منتج جديد وان هو موجود من زمان من قديم الازل يعني. دي يعني مش هو مندشين. اوه. ولونه عامل زي جوينا بس خفيف. طعمه مش حلو خالص. كويس ان انتوا متعرفوش الناس اللي مش عارفه يعني. طيب نيجي كل يوم شوفوا هيبقى عامل زي بيتي ولا ايه. بخير وعامل زي جوينا يبقى اكيد كل يوم زي بيتي. في اطعم يا اخي بتدخل كده القلب. في اطعم تحس ان انت عايز تقول يا ريتها ما دخلت. هو زي بيتي بس على اخف. بسم الله. ده اللون يلا اللي بعده. مفيش طعم خالص هو اللون بس. اللي بعده. طيب نعدي دول ونجيب بارلي. ده اخر طعم معانا من بارلي بلس. الحمد لله ده يعني بفضل ربنا علينا.
الشركة مش معروفة، بس انا مش عارف، لقيتها صدفة يعني في سوبر ماركت كده، او مش سوبر ماركت، كشك كمان، قلت نجيب نجرب. ده ربنا يعني فاهم هيحاسبه على اللي بيعمله في الناس. ده لونه غريب جدا ملوش علاقه بالدعوه بالكوكتيل. يعني، فاهم لون، شوف عاملين ازاي، عامل لون بيج كده، ريحته اصلا مش حلو وطعمه مش حلو. ده ربنا ينتقم منه اللي عامل الشركه دي. لا يا عم يا اخي ما تغلطش في حد. ما غلطتش، انا بدأ عليه. طيب. طيب ده بشاير، تعال نجربه. طعمه وحش قوي. اقسم بالله ما اعرفش والله، يعني ما انت اقنعني. ما انت ازاي اصلا يعني بتطلع منتج زي كده؟ انهي جوده بقى؟ انت عندك قسم جوده ولا طيب. شغل ام محمد هي اللي بتجرب وتنزل؟ مش يا عم فاهم انت ما يعني. تظلمش ام محمد، كان زمان عامل احسن من كده. ده اللون بتاعه ما كنتش حاطط لك. هو هذا بس الواحد خلي ده. يا جدعان، يا جدعان ما تحترمونا شويه. انت احنا ندفع فلوس على الكلام ده، 5 جنيه بس، اعمل لي حاجه اشربها يعني. ايه الطعم ده؟ طيب سيب ده للاخر. عند فكاهيتا بشاير رايحه منه برضه نفس فكره بارلي. تعالى نشوف الحلقه دي هتبقى مسخره. طيب ايه كده؟ عايزين نوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. سمعتها في انهي فيديو دي؟ لسه سامع امبارح واحد بيقول 5000، قلت على عليه. احنا عايزين 5 لايك. طيب ده لونه كده ماشي احمر. هو المفروض نبدا بالحاجات دي صح؟ عشان تقريبا احنا بندول عالي. هو ده اللي كان مع احمر على باب بطيخ فاهم؟ ده اخر. طعمه غريب جدا يعني، لا مش حلو خالص. نيجي الفرجيلو. الفرجيلو ما نصفناش في ولا طعم، فيعني على الله المره دي بقى. ماشي، نفتح يا باشا كده. ايه اللون ده؟ اوعى. لون اناناس. مش احنا خلصنا الجوافه؟ ايه اللي جاب الجوافه هنا؟ بص ساعات بيتبقى في التلاجة ايه؟ موزة بايظة، جوافة بايظة، مش عارف ايه، حاجات بايظة تبقى لونها اتغير اصلا. هي دي ده العصير ده. حتى بقى عشان ايه مش عارفين أجل. ما تسيب اجل للاخر. انا نجرب بيست وربيع. يلا عشان نختم مرة واحدة. بس كان كويس يعني، فاهم. انا فاكر بس هو احنا صغيرين برضه ما جربتوش بقالي قرنين يعني. يعني مثلا 20 سنه ولا حاجه ما جربتش. ربنا يديك الصحة يا رزق. طيب انت عايز بعد إذنك. بس زي الفل. ده لونه كده. هو طعمه عارف صابون معين. ده اتغير عن ايام زمان. لا ده مش بيست. ايوه ده ربيع. ما كنا بنشربه برضه ربيع كان. لا ما شربتوش قبل كده. وانت صغير ما كانش كنت في. بشرب بيست، كان في حاجه تانية غير بيست بس مش ربيع. هو ربيع موجود من زمان. انا عارف الربيع ده كان بيبقى فيه عصير، بشوفه عصير بودر، بس ما جربتوش برضه. كويس انك ما جربتوش. طيب ده بيست. ماشي لونه تقيل. ايه حلو لونه تقيل. بس حلو قوي. شكله تقيل. طب والله حلو. مقبول. لا مش هقول حلو، حرام عليك. ايوه يعني مقبول مش شيء. لا حلو ما اهو. هو بالنسبه اللي كان قبله كان حاجه ما يعلم بالله ربنا يعني. فمقبول دي بالنسبه له يعني عظم. لا حلو قوي. تعال نشوف حاجه. طيب احنا ناقصنا دلوقتي عشان بس ايه في وسط الحاجات دي كلها 2 دومتي واجا. واجا. فهنشوف اجا الاول عشان اجا اول كوكتيل عادي. بعد كده نشوف الدومتي بقى ايه نظامه ايه. ترجيته. اما انا راجل. ايه ده تقيل جدا بص. بس عسل قوي كده. شكله لون برتقال بالجزر. طعمه حلو. طعمه حلو ونضيف. عشان ده عشان ما قلناش سعره، ده 17 جنيه. ما هو اصل 17 جنيه ده لو طعم وحش يعني. هتخان. بس اقول لك حاجه، مش مكمل حاجه. اجا اللي كان موجود زمان الكان التخينه شويه دي كان الصغيرة. طعمها احلى من ده كمان. صغير. طيب اجا الله ينور. عاش يا اجا. ندخل على دومتي بقى الايه. دومتي بقى عاملين حاجه اسمها بلندرز. في واحد اسمه كيوي ليمون نعناع، ده شكله
وده فراوله موز. عارف اللي هو ايه، ما تضرب حاجه في الخلاط كده مع بعض. خلينا نشوف مع بعض. عشان كده مسمينها ايه، بلندرز. امم فتعالى نشوف. متشوق جدا للنوعين دول. فراوله موز. ايه ده؟ ماشي اللون برضو ما. انا من الصدمه بص ما ماشي بسم الله. كملت. اللون غريب جدا، بس طعمه حلو مش وحش، بس مفيش فيه موز واضح. بص هو اللونين الطعمين باينين. بس عارف تحس ان حاطين ايه؟ عارف الموز اللي الريحه اللي بتحط في المخبوزات، تحس ان عاملين كده. ما لا ما مش هو حلو ومش وحش، بس الميكس حلو، بس عملوه بطريقه احلى من كده بالظبط. يعني. خليه كده. طيب خلينا نجرب الكيوي ليمون نعناع. اوكي. انا بص، عايزين نجيب مناديل لان الدنيا غرقت. لا ده شكله ماشي يعني. نفس اللون اللي هو بتاع الكيوي بتاع الليمون يعني، اللون الاخضر. بس زي الفل عسل. اخضر بيلمع كده، شكله حلو. يلا بينا. طب والله طعمه حلو، في طعم الكيوي وطعم الليمون وطعم النعناع. يعني التلاتة ظاهرين مش عارف، بس عارف ده بقى عايز يبقى لو حاجة ساقعة مثلا هيبقى هيعمل بوم يعني. لو صودا اه يعني، المشروب ده لو صودا فعلا هيبقى حلو قوي. وهو هو كده حلو، بس عارف ناقصه ايه؟ يتحط عليه تلج بقى ويبقى لا منعش. حاسس صودا اكتر يعني، في الصودا وجو حر كده يعني، فاهم؟ بس كده برضو مش وحش يعني. ماشي الله ينور. طيب انا بالنسبه لي يعني ده دوت حلو، اجا حلو. كان عندنا المراعي. فين؟ في المراعي. لا احنا كنا سوري، لا دومتي اهو في الاول اهو. لا ده دومتي اهو. ولا ده بيتي؟ لا ده دومتي الموز. لا مش ده. ده دومتي اللي كان عاجبنا اكتر واحد. تمام مظبوط. تمام. وكان عاجبنا بيتي بعده. تمام. وكان اجا برضو الصراحه بالنسبه لي اعلى من الاثنين كمان. تمام. وده حلو. ده حلو. دومتي هما الاربعه دول في الكوكتيل الصراحه كانوا حلوين قوي. يلا بينا. يلا بينا. مش يلا بينا. كل ماتش جاي. يلا بينا. يلا بينا. طيب معانا نكمل. برتقال. 8 انواع برتقال صح ولا في حاجه قدامي؟ طيب. لا هم احنا خلاص. يعني. طيب معانا نبدا بفاكهه. ما انا حاولت بقى اجيبهم هم في الاول عشان ما ناخدش العالي وبعد كده نصطدم بالظبط بالاقل، بلاش نقول الواطي. طيب ده برتقال بقى يعني، هنشوف دلوقتي العجب. ده اللون بتاعه شغال، مش وحش بس مش حلو. بص هو يا حلو يا وحش. خلينا بقى ايه، بلاش اللي في النص دي. انا بص، عارف لو انت عطشان او مش لاقي حاجه تشربها وشربته ما تجيبوش. ماشي. انت بتفتري على الناس. مش بتفتري، ما هي الحاجه ايه، يا حلوه يا وحش. الناس دي غلابه يا عم، ولا تفتريش عليك. هما حاولوا يحسنوا بس المنتج شويه. لا ده اللون بتاعه غامق شويه ده بس. شايف. بسم الله. يا رب تكون مبشر يا شايف. شويه حلو. طعم برتقال اللي هو البودر. مش وحش. فاهم طعم البرتقال البودر. تمام. طيب فراجله يا فراجله، خلينا نشوف فراجله بيقول ايه. قلنا رايكم في الحركه دي احسن من اللي احنا نقعد نعمل البتاع صح؟ بسبوس اهو. انت ايه حكايتك مع مع البسابيس النهارده؟ راجله. يلا. لونه كويس، طعمه مش كويس. اتفقنا. يا حلوه يا وحش. طيب شاف فراجله ماله يعني، رغم ان هو المفروض مصنع كبير صح؟ المفروض. طب ليه ما بيعملش المراعي جودة كويسة؟ ده لون برتقال بقى. بس طبيعي مش لون برتقاني، لا لون برتقال. طعمه شوية طبيعي على فكرة يعني، فاهم؟ بس ما فيهوش المزازة بتاعت البرتقال الحقيقي. بس بالنسبه لي مقبول. حلو. حلو. احلاهم لحد دلوقتي. حلو. ماشي. يعني ده انا اجيبه كبرتقال مفيش مشكلة معاه. بيتي. خش على بيتي. انا حاسس الحلقة هتبقى 20 ساعة، الحلقات بتاعتنا بتبقى طويلة قوي عشان حلقات المقارنات احنا لسه مكملين فيها المنتجات المصريه يعني. طيب ده بيتي سوري بعد اذنك يعني. بيتي.
حلو هو خفيف بس شويه. طعمه بودر برضه. هو حلو بس طعمه بودر. وخفيف. لا المراعي كان افضل. بس هو كطعم مش وحش. مش وحش بس هو البودر مش الطبيعي، مش مايل للطبيعي. المراعي مايل للطبيعي اكتر. ممكن نعمل حلقه عن العصاير البيور الطبيعيه اللي بدون سكر لو انتوا حابين. بس خد بالك دي اغلى، يعني محتاجه لايكات بقى يعني واشتراكات يا عم يطلبوها في الكومنتات، لو طلبت من 5 نعملها. زين 5 بس. شوف احنا ناس كرم والله. دومتي. لا مش حلو. عارف طعم فيتامين سي بتاع فيتا سيد بتاع الدواء فوار. ده كواسيد على طول. يا ابني الضحكه دي. اللي بعده جهينة. سبحتك في العلبة دي بس داخل في اللبن صح؟ لونه شوية زي بس زي الفل. ماشي. حلو مش وحش. ماشي. بس حتى الآن هو المراعي التوب. سانتوب وده الطعم المفضل لمعظم الناس، البرتقال بتاع سانتوب، رغم انه مش ذوقي بس نجربه نشوف لما نقارن مع عصاير تانية في نفس الوقت هيبقى ايه، هيبقى فعلا توب ولا مش توب. لونه بين البنين، ولا هو اورنج قوي ولا هو اصفر قوي. لا نفس رأيي زي ما هو، حتى لو مقارنة بالنسبة لي هو المراعي وبيتي. لا بيتي كان كويس. الغير كده لا مش حلو. لا فالمراعي وبيتي حلوين. المراعي هو التوب، مايل للطعم الطبيعي، وبيتي مايل للطعم هو الصحي. بدأ يبقى توب في اغلبيه الاطعم يعني. هو المراعي شركة محترمة يعني. فيلا نشوف اللي بعد كده. معانا اخر بقى شوية عصاير في الحلقة، هما الاناناس 4 شركات، والميكس بيري 2، والخوخ هي واحد. طعم واحد بس اللي لقيناه اللي هو اجا. فتعال نجرب الاناناس الاول. يلا بينا. اول حاجة نبدأ بيتي. بخيره. خلينا احنا قلنا اوه بخير فراجله. فراجيل. ابصمه ان فراجيلو بخير. يلا نخلص الحاجات الحلوه الاول. نجرب فراجيلو بس ونشوف هيقول ايه معانا. عاش. والله لا وحش. انت اشمعنى جاي في ده الاناناس؟ لا اناناس. بس هو كان في حاجات ما يبقاش لها علاقه بالطعم هو اصلا. في طعم افتر تيست بيه اناناس. يعني هو ده الحاجه الوحيده اللي خلتني اقول والله. طيب نشوف اللسان توب. احنا قلنا ايه، يا حلو يا وحش. يلا وحش. وحش. اللسان توب. طيب اللسان فيها يا سان توب مالك رجمت كده. لونه كويس. لسان توب لونه كده تقيل شويه. مش هقول له بحب اللسان توب بس طعمه حلو. قوي طعمه اناناس. قوي. قوي حلو. وطعمه اناناس طبيعي على فكره. ما انا بقول لك يعني فاهم تحسه. لان الناس انا جبت الكومبوت بتاع الاناناس وضربت الميه بتاعته في الاناناس نفسه في الخلاط. طعمه حلو شويه. نشوف الجهينة. جهينة اناناس لونه فاتح شويه مش غامق زي سانتوب. انا بالنسبه لي حلو. مش بس اقل من سانتوب. اقل من سانتوب نشوف بس احسن من فراجيلو يعني. هو لازم احسن من فراجيلو. فراجيلو طب قارن ايه انا اسف يعني يا فراجيلو عشان الناس بتاع فراجيلو ما يزعلوش مننا. فراجيلو اسكندريه تقريبا. ماشي بيتي. بسم الله. شوف بيتي. ماشي يا عم بيتي. مش وحشه يا عم، لا مش وحشه. طب ليه طيب؟ لا انا حاسس ان سانتوب وجوينا اعلى منه بكتير يعني. بل بالعكس ان فراجيلو بيدي افتر تيست اناناس اكتر من بيتي يعني. طب جرب كده، جرب جوينا تاني وجرب بيتي عشان طعمه خفيف.
ايوه بس في طعم اناناس يا عم. انا حاسه تمام. اقوى شويه في فراجيلو الافطر تيست بتاعه، بس لا. ماشي يعني هي اذواق ممكن. ماشي. انا بالنسبه لي سان توب هو التوب في الاناناس، وجهينة. وبعده جهينه وبيكتي بعده يعني. ما خلاص هما الاثنين دول الاثنين احسن. دول الاقوى. فتعال نشوف الماكس بيري. احنا عندنا حاجتين بس، سان توب وجهينه. جهينة. فنبدا بجهينه. نبدا بجهينه الماكس بيري. بص انا منتفخ، انا ممتلئ. ونشوف بيقول ايه. لونه كده احمر غامق، لون كده، طعمه دواء. دواء. طيب نشوف من سنتوب نوكم منه. طعمه عامل ازاي. ونقول بسم الله. السلام عليكم. ماشي. ده في سنتوب بحبه قوي بقى، ده لما بيكون سقعان كده ما جربتوش قبل كده الصراحه. لا عاجبني جدا. هو ده توت مشكل، هو معمول عليه انه في فراوله كمان. مشروب يعني هو ميكس توت مع فراوله. اه طعمه حلو. طعمه حلو، ما فيهوش طعم الدواء بتاع. اكتر طعم مميز في سنتوب النوع ده. انا مش عارف، انا ما بحبش سنتوب في العادي، بس عجبني اكتر حاجه الناس وبعدها ده. الميكس بيري حلو قوي. نجرب اخر حاجه معانا في الحلقه وهي اجا خوخ. احنا طبعا ده سنتوب هو التوب. ده كان محتاج يتقلب بتاعي عشان المفروض فيه قطعه برضه ولا مفيهوش. يعني في. طيب. لا وحش جدا. هو مش حلو، لا وحش. يعني لا وحش. ما عجبنيش خالص يعني. طيب خلينا كده في نهاية الحلقة. آه شفتوا تجربة كاملة يعني 68 مشروب. قعدنا نجمع المشروبات دي من كل السوبر ماركتس والاكشاك والمحلات اللي على قد كله اعلان منه. حاولنا نجيب كل الاطعمه الموجوده في السوق، حاولنا نقول تجربه كده عشان تفيدك وانت بتشتري، تشوف انهي طعم. عايز اشرب مانجا اختار انهي. طبعا الاذواق بتختلف، فانتوا لو عندكم راي تاني قولوا لنا في الكومنتات، وخلوا كل الناس تعرف تشرب ايه من العصاير الطبيعيه او العصاير اللي موجوده في السوبر ماركت، الصناعه المصريه. ولازم نعمل سبسكرايب في القناه، كومنت لايك وشير الحلقه. وما تنساش تشترك في الانستجرام بتاع باراكوتا. انا برضه هسيب الانستجرام بتاعي، انا ما بنزلش عليه حاجه مبدئيا بس ماشي. لا وعايز اقول حاجه، ان باراكوتا كان لسه بيتجوز جديد. أيوة لسه عريس جديد. ايوه بقالي شهر. وعايز اقول للمدام الصراحه انت مش مسيطره، مش لابس الدبله. طبعا دي مونتاج. دي حاجه غريبه جدا يعني، انا مش عارف ازاي بس ماشي. انا كنت بقول بيعمل كده هو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام.